الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وماتش غريب شويتين أو 3 شويات. آه، الأهلي نزل وبدأ الماتش، وسيراميكا ما كانش لسه بدأ غير بعد تقريبا لما دخل فيه جون بعديها ب10 دقايق كمان. الأهلي عمل ضغط عالي على سيراميكا اللي ما كانش قادر يقف على رجله، ما كانش عارف ينقل كورة. علي ماهر صمم إنه يطلع من تحت، لأن حتى الطويلة اللي هيلعبها على مين؟ عند فخر لقاي قصير. صديق أجولا اللي هو المفروض اللي بتاع السرعات مش موجود. يعني لو كان صديق أجولا موجود في الماتش كان هيصعب شوية على الأهلي موضوع الضغط العالي ده. الأهلي عمل ضغط عالي على سيراميكا، نجح. زيزو الكرة الوحيدة اللي جات له على ناحية اليمين عدلها وعمل اوفر بتاع زيزو، لأن هو ده مكان زيزو، هتاخده في نص الملعب مش هتاخد منه حاجة. فزيزو بيلعب وينج رايت، جات له الكورة عمل اوفر، تريزيجيه قطع على محمد عادل اللي ما كانش موجود في الملعب. هو باك رايت والمفروض ان هو بيلعب نص ملعب. علي ماهر لعب باك رايت، انا معرفش ليه، هل احمد هاني مصاب؟ معرفش الحقيقة. كان في علامات استفهام كتير قوي على تشكيل سيراميكا. يعني عنده حسين السيد الباك ليفت، ما بدأش بيه، بدأ بصادق اللي هو أصلا مش باك ليفت، وبدأ بعادل الباك رايت اللي هو مش باك رايت. ما حطش صديق أجولة، مش عارف مصاب أو لأ. كل الكلام ده أنا معرفش تفاصيل مين فين، بس لو صديق أجولة سليم، أحمد هاني سليم، الناس دي كانوا المفروض إن هم يلعبوا، كان هيفرقوا مع سيراميكا كتير. الأهلي لما ضغط جاب جون، بعد نص ساعة أسلوب الضغط بتاع الأهلي اتغير، بقى ضغط خفيف شوية، مبقاش الضغط العالي اللي كان بيحصل. انت طالما هتضغط يبقى يا تقطع يا تأمن اللي في ظهرك. الأهلي الكرة اللي جت فيه جون هو ضغط خفيف، مش ضغط جامد. اتلعبت الكورة، بالحاج خد الكورة ورقص دخل لجوه. مروان خطف محمد هاني ودخل لقلب الملعب، بالحاج حطها له وحطها جوه. كمية أخطاء في جون كبيرة، يعني الأخطاء دي كبيرة على إن تحصل في فريق زي الأهلي. بعد الجون الماتش رجع هدي تاني، الاتنين ابتدوا يتعازموا على بعض، مسك انت الكورة لا امسكها انت شوية. مفيش كورة لحد الشوط التاني ما بدأ. الشوط التاني كرة عرضية برضو خطأ من دفاع سيراميكا الغريب برضو. بن شرقي بيريحها لجراديشار، جراديشار بيغمزها جون حلو. بعد الجون المفروض ان علي ماهر يتدخل ويعمل اي نوش بقى، يعني يعمل اي حاجة. يعني ما قعد ايمن مكة ليه بره؟ ايمن مكة لعيب كويس، قعده بره ليه؟ انا مش عارف. بدأ يغير، يعمل تغييرات، طلع عمرو السولية اللي هو كان من افضل لعيبة سيراميكا، طلع نيدفيد اللي ما كانش موجود، ونزل ايمن مكة ومحمد رضا اللي هو لعيب كويس. وابتدى سيراميكا يحاول ان هو يضغط على الاهلي، بس الماتش كنت حاسس ان هو خلاص كان هرب من سيراميكا. في اخر الماتش في كرة اتشاطت جت في ايد ياسين مرعي. انا مش عارف بقى هي ضربة جزاء ولا لا، يعني انت اهلاوي او زملكاوي قول لي اذا كانت ضربة جزاء ولا لا، بس ما تحكمش بانتمائك، احكم بضميرك يعني. تروب عمل تغييرات، طلع بن شرقي وطلع زيزو وطلع تريزيجيه ونزل عبد القادر وطاهر وبن رمضان، ونزل بيكهام، وقلب الطريقة ل5-3-2 علشان يحافظ على ان سيراميكا ما يجيبش فيه جون. بس الطريقة دي خلت سيراميكا في اخر لقطة كانوا هيجيبوا جون نتيجة الدربكة اللي في منطقة الجزاء والزحمة اللي في منطقة الجزاء.